شغالة بعد ما أطفي السيارة. شايفين؟ السيارة طافية. شايفين السيارة طافية. شوف يا اخوان، طفت المروحة أول ما دقينا الفيوز. شايفين؟ شوف بدأت تطفي المروحة. شايفين هيكون سببها الريلي. ركزوا، سامعين صوت المروحة انطفى أول ما دقينا هذا يا شباب. فيوز معلق. إذا شباب السبب هو الريلي، سبق وشرحتها في قناتي يا شباب. خلاص الريلي هذا هو لازم يتغير. أول ما ضربته كذا بيدي وقفت الريلي. طبعا هي تكون طبيعية، بس إذا قاعدة تستمر لا، يفضل إنك تفصل تغير الريلي هذا. الريلي هذا لازم يتغير. والظاهر إني اشتريته، وإن شاء الله راح أنزل لكم مقطع وكيف نغيره وكيف نركب. هذا الجديد طبعا زي ما شايفين السنون يلف زي كذا. شايفين الطريقة هذه يركب. شوف كذا بشويش يركب. تكاد تكون متساوية. لا باقي ما ركب، باقيين. لما تضغط بصبعك خلاص. الحين يا شباب نوريكم بعد ما غيرنا الريلي كيف المروحة لما تطفي تشغل وتطفي تشتغل بعد ما تطفي السيارة. هذا صوت كفرة البوابة طبعا. شايفين المروحة؟ شايفين وقفت كيف؟ شايفين؟ كده يكون هذا حل. إذا المروحة عندك علقت، إذا طفيت السيارة والمروحة عندك علقت أكثر من دقيقتين شغالة أو 4 دقائق، هذا خلل زي ما شرحنا في قناتي سابقا بالتفصيل. طبعا أنا علقت عندي، طلع عندي من الفيوز اللي هو اللي غيرته وضبطت. وهذه هي شباب النتيجة. لا تنسوني من صالح دعائكم.